النادي برشلونة الإسباني يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع نادي تشيلسي الإنجليزي تشمل النجم المغربي حكيم زياش المرشح للرحيل عن البلوز في فترة الانتقال الشتوية الحالية. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الإدارة الرياضية في برشلونة وضعت اسم حكيم زياش كبديل محتمل للهولندي ممفيس ديباي الذي رحل إلى أتلتيكو مدريد، مشيرة إلى أن وصوله قد يتم بموجب صفقة تبادلية مع تشيلسي. وأضافت أن الصفقة التبادلية المقترحة تتضمن لاعب الوسط الإفواري فرانك كيسي الذي يطلبه تشيلسي والذي لا يشارك بصفة أساسية مع برشلونة. ووفقا لصحيفة سبورت فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مصمم على التعاقد مع بديل لديباي خلال فترة الانتقال الشتوية الحالية، ولا يمانع وصول حكيم زياش في ظل ورود تقارير إيجابية عن اللاعب المغربي. وأضافت الصحيفة أن زياش كان مرشحا للانتقال إلى برشلونة في فترات سابقة، لكن النادي فضل حينها التعاقد مع فيران توريس من أرسنال، ومن ثم أدام تراوري من وولفرهامبتون، علما أن كليهما لم يثبت نفسه مع الفريق، وعاد الثاني لناديه بعد انتهاء فترة إعارته. ويدعم المدير الرياضي لبرشلونة الهولندي جوردي كرويف التعاقد مع زياش بحكم معرفته السابقة به خلال فترة لعبه مع أياكس أمستردام. وتقول الصحيفة إن تألق زياش خلال كأس العالم الأخيرة قطر 2022 مع منتخب المغرب يزيد من احتمال التعاقد مع اللاعب الذي وصل برفقة المنتخب المغربي إلى نصف النهائي. وأضافت أن برشلونة حاول عام 2020 التعاقد مع زياش قبل أن ينجح تشيلسي في الفوز بخدمات اللاعب المغربي من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون يورو. وفي سوق الانتقال الشتوية 2021 كان زياش على أبواب برشلونة على سبيل الإعارة، لكن الإدارة الرياضية فضلت حينها التعاقد مع أدام تراوري الذي وصل إلى برشلونة بشأن إعارة من وولفرهامبتون، بالإضافة إلى التوقيع مع فيران توريس من مانشستر سيتي. ومنذ وصوله إلى تشيلسي في الأول من يوليو تموز 2020 لعب زياش مع تشيلسي 94 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 14 هدفا، وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة. وفي الموسم الحالي ظهر زياش في 15 مباراة فقط، 10 منها في الدوري الإنجليزي، ولم يسجل أي هدف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة. أعطى يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسبانية والمنتخب المغربي موافقته المبدئية للانتقال صوب نادي نيس الفرنسي في فترة الانتقال الشتوية الحالية. وحسب ما ذكرته صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية فإن المفاوضات بين لاعب يوسف النصيري ونيس تسير في الطريق الصحيح، حيث أعطى المهاجم المغربي موافقته للانتقال إلى النادي الفرنسي. وأكد نفس المصدر أن إدارة النادي الأندلسي تحتاج للسيولة المالية من أجل دفع الديون المتراكمة، ما يدفعها لاختيار التخلي عن المهاجم المغربي لصالح النادي الفرنسي الذي يسعى لتعزيز خطه الهجومي. وتمكن المهاجم يوسف النصيري هذا الموسم من تسجيل 7 أهداف رفقة النادي الأندلسي، علما أنه يمتلك عقد رفقة النادي الإسباني يمتد حتى غاية يونيو من سنة 2025.